خفيفي لاعب الرجاء يتوصل إلى اتفاق رسمي مع الكويتي. هذا هو عنوان ديال الفيديو. المهم شوفوا بعض الصفحات المعروفة في تويتر ديال الكويت اللي لاحت الخبر. لهذا راه هذا الخبر ما يكونش غير كذوب ولا إشاعة، راه ما يمكنش. غادي يكون 100% ان الفريق الكويتي تواصل مع اللاعب، واللاعب عطى الموافقة ديالو باش يلعب معاهم في ظل انتظار ان الاداره الدراجة توافق على هذه الاعاره الى بغى يمشي اعاره. واداره الرجاء تستافد ماديا صراحه، من الاحسن لها مثلا يمشي واحد 300 مليون اعاره ولا 200 مليون، صراحه مزيانه نص عام احسن حاجه صراحه. ويشوفوا شي لاعبين في المستوى اللي يعوضوا، شي لاعب شي مدافع ولا جوج مدافعين. صراحة الرجاء عندها مدافع، عندها المشخشخ طالع، عندها العراسي، عندها المقدم. صراحة يزيدوا غير شي مدافع مزيان احسن لهم، بارك عليهم. هذا هو اللي كاين. فيما يتعلق بنادي الوداد الرياضي، يقترب من التعاقد مع طوغولي روجي أهولو، مهم صاحب 30 سنة، يقترب من التعاقد مع الوداد الرياضي بعد التوصية من فوزي البنزرتي. اللاعب لديه علاقة جيدة مع فوزي البنزرتي، هو السبب باش جا من تونس للرجاء. فيما يخص نادي الجيش الملكي، في مفاوضات متقدمة مع لاعب الوداد السابق زهير المترجي، إلا أن إدارة الوداد متخوفة من سلوك اللاعب، إلا أن اللاعب صراحة عنده تقنيات عالية اللي غادي تفيد فريق الجيش الملكي صراحة. إلا غير الأمر ديال السلوك هو اللي صراحة يقدر ما يخليش التعاقد يكمل ما بين الجيش الملكي واللاعب.